السلام عليكم. أهلا بيكم. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة خطيرة جدا، وهي أوراك فراخ مميزة جدا، محشية بطعم خيال، بحشوة رهيبة. الحمام الكذاب هنعمله بدون سلق، بدون فويل. هنعمله بطريقة سهلة وبطعم مميز جدا جدا. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه وهي اننا نغسل الفراخ حلو قوي. هننقعها طبعا بعد ما نتغسل كويس جدا. احنا بنجيبها مخليه من العظم، لازم تكون مخليه يا حبايبي من العظم. طبعا البياع اللي هيبيعها لك هو عارف بيعملها ازاي. تمام. اول حاجه طبعا هننقعها مش اقل من ساعتين في محلول النقع، طبعا ليمون وخل وملح ودقيق. وبعدها هنخرجها ونشطفها حلو قوي ونحطها في مصفى، لازم تتصفى. تمام. احنا معانا هنا 3 حبايات طماطم صغيرين او حبه كبيره، بصلايه متوسطه، فصين توم، ليمونه كبيره، معلقه صغيره بابريكا، وتوم بودره، وبصل بودره، وفلفل اسمر. طبعا الحاجات دي انا هكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وطبعا هنحط كمان معلقه صغيره من بهارات الفراخ. الملح هنحط معلقه كبيره او حسب الرغبه. ومعانا كمان معلقه كبيره من دبس الرمان، ممكن تستغني عنها، بس هي بصراحة بتدي طعم حلو قوي في الوصفة. تمام. هنبدأ بقى نحط كل المقادير دي، أنا خلطتها في الخلاط. هنبدأ نحط الليمون ودبس الرمان والملح والتوابل كلها، هنفرمها حلو قوي. وهاتي كمان معلقة كبيرة من معجون الصلصة ومعلقتين زيت، هنحطهم في طبق، هنركنهم على جنب. هننزل عليهم ربع كوباية من الخليط اللي احنا خلطناهم في الخلاط، يعني حوالي 3 معالق كبار. هنستخدمهم في الاخر، نركنهم بس على جنب، ندهن بيهم اوراق الفراخ ان شاء الله من الخارج. ننزل بقى بباقي الخلطه دي على الاوراق الفراخ، نخلطها حلو قوي، نتبل بيها كويس قوي اوراق الفراخ، ونسيبها على جنب مش اقل من ساعه على الاقل. لازم تتركن على جنب يا حبايبي عشان تطلع معاكي طريه وشاربه من التتبيله، هيكون طعمها حلو قوي، طعمها هيكون خيال. في الوقت ده هنحضر الرز اللي هنحشي بيه الوراك. انا كده غللت كل الخلطه في قلب الوراك، لازم اشربها كلها، لازم تتشرب كلها يا حبايبي في قلب الخلطه. غطيها بقى واركنيها على جنب. في حله على النار هننزل بقى ببصله مبشوره بشر خشن او متقطعه تقطيع ناعم، بصلايه صغيره، وتوابل فراخ، ال3 ورقات لورا، فلفل اسمر وقرفه وملح. هكتب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. تمام. ومعانا كوبايه واحده رز، الخمس اوراق هياخدوا كوبايه واحده رز بما يعادل 200 جرام. حلة على النار، هننزل بالبصلة، طبعا معلقة سمنة أو زبدة وزيت. هننزل بالبصلة لغاية ما تتشوح، احنا مش عايزينها يا حبايبي تاخد لون خالص. أول ما تتشوح هننزل بالتوابل، نشم ريحة التوابل، ننزل عليها بالرز. إن شاء الله مش هنستخدم أكتر من كده. انتي بقى كترت الكمية ضعف كمية الرز. وملحوظة مهمة يا حبايبي، كل ما يكون ورك الفرخة كبير ده ما بياخدش رز كتير، كل ما يكون صغير بياخد رز أكتر. فانتي براحتك، عايزه تجيبي كبير عايزه تجيبي صغير براحتك خالص. اهم حاجه كوبايه واحده رز بتكفي 5 اوراق. تمام. هنشوح بقى الرز كده وننزل عليه بميه مغليه. احنا مش بنستخدم ميه الرز العادي ان احنا بنسقيه سقوه عاديه، لا، احنا هنستخدم الرز ده نص سوا، يعني هنحط له نص كميه الميه. اول ما يتشرب الميه بتاعته نطفي عليه، مش هنوطي عليه، لا، اول ما يتشرب حبايبي الميه نطفي عليه ونسيبه يبرد تماما. في الوقت ده هنجهز خلطة حلوة قوي تبقى جميلة جدا مع الحمام الكداب، بتديله طعم كده وطعم مسكر بصراحة. انا جربتها من فترة بصراحة، انا كل مرة بعملها بالطريقة دي، بقالي سنين على كده بعمل الحمام الكداب بالطريقة دي، خلطة كده بتديله طعم مسكر حلو قوي. بإذن الله تجربوها بنفس الطريقة وهتعجبكم. انا كده بوريكم الرز نص سوا، انا طفيت عليه وركنته على جنب. وهي دي الخلطة يا حبايبي، طماطمايه صغيرة مبشورة بشر خشن أو متقطعة تقطيع مكعبات ناعمة، ونفس النظام بصلاية صغيرة، و3 معالق بقدونس متقطع، ورق بقدونس فقط. هننزل عليه برشة فلفل أسمر مطحون، رشة بهارات فراخ، ورشة ملح. هندعكهم حلو قوي بإيدينا، لازم يدعكوا جامد بإيدينا. تمام. ندعكهم حلو قوي كده، وبعدين هننزل بيهم على الرز. طبعا في الوقت ده هيكون الرز بارد تماما زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هو نص سوا. هننزل بيهم بقى على الرز، وهي دي الخلطة اللي هنحشي بيها الحمام الكداب النهاردة. طعمها مميز جدا، كل اللي هيدوقها من ايديك الحلوين هيطلب الطريقة منك. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم. هنبدأ بقى نحشي
بالخلطة دي ونقفلها بالخلة الخشب. ما عندكيش خلة خشب ممكن يبقى بالخيط. تمام يا حبايبي، اي حاجة هتنفع. نبدأ بقى نرصها في صينية مدهونة سمنة او زبدة. نخلي الفتحة بتاعة الجلد من تحت، نخلي الجلد المقفول من فوق. هنجيب بقى الخلطة اللي احنا ركناها على جنب، معجون الصلصة والزيت والخلطة بتاعة الطماطم والبصل، هنقلبهم كلهم مع بعض وندهن بيهم بقى وش الأوراق. هيدوا لون حلو قوي في الآخر. تمام. ابدأي بقى يا حبيبتي وزعي كده على كل ورك، وزعي معلقتين أو معلقة على حسب الكمية اللي انت عاملاها، بس هي الكمية دي هتكفي ال5 أوراق. معلقة كبيرة معجون صلصة، معلقتين زيت، وحوالي 3 معالق من الخليط اللي احنا فرمناه في الخلاط. بالطريقة دي الوصفة دي تنفع قوي في العزومات، حاجة كده هتشرفك أمام الكل، كله هيطلب الطريقة منك. بسم الله ما شاء الله، لأن الطعم مختلف، طعم خيال. طبعا هنا هنحط ورقة زبدة وفوقيها ورقة فويل وندخله الفرن درجة حرارة متوسطة، لأن ورك الفرخة مش صغير، ورك الفرخة حلو يعني عشان بس يلحق يستوي. تمام. وفي الوقت ده بقى وهو في الفرن هنبدأ بقى نجهز الرز. هنعمل شوية رز بسمتي مبهر، حاجة كده طعمه جميل جدا، هيبقى لايق قوي مع الحمام الكداب. في حلة على النار هننزل بمعلقة زبدة و3 معالق زيت، وأول ما تسخن هننزل ببصلة مبشورة بشر كبير أو متقطعة مكعبات ناعم. وبعد ما تدبل، أول ما تتشوح البصلة هننزل بالبهارات زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، البنات الجديدة اللي بتتعلم واحدة واحدة بالخطوات. البهارات كركم وقرفة وحبهان وقرنفل مطحونين، هكتبها لكم في صندوق الوصف. كده البهارات مع البصل، اول ما نشم ريحتها هنكون غاسلين الرز ونقعينه نص ساعة، لازم يكون مغسول ومتصفي ومنقوع نص ساعة. بعد كده لازم يكون متصفي يا بنات، اهم حاجة ما يبقاش فيه مية خالص. هننزل بيه على البصلة والتوابل، هنشوحه حلو قوي لغاية ما الرز يسخن. اول ما الرز يسخن هننزل عليه بمية مغلية، هنسقيه بقى السقية العادية بتاعته ونظبط الملح بتاعه ونسيبه يستوي. اول ما يتشرب طبعا هنوطي عليه يا بنات، النار تبقى زي الشمعة لغايه ما يستوي معاكي، وهيطلع مفلفل كده وكل حبايه لوحدها. بسم الله ما شاء الله، تحفه وطعمه وريحته حلوه قوي. باذن الله تجربوه بنفس الطريقه وان شاء الله هيعجبكم. عرفوني في التعليقات. تمام. هو كده بوريكم يا حبايبي، هو كده استوى. شايفين جماله؟ الرز مفرفر او مفلفل زي ما بتقولوا بقى. شايفين؟ احنا كده بقى نجيب خلاص كده استوى، نركنه على جنب. هننزل بمعلقه زبده صغيره في طاسه على النار، هننزل 3 معالق سوداني او اي نوع من المكسرات انت حباها، هنشوحها شويه. واول ما السوداني يتشوح هننزل ب3 معالق زيهم زبيب. اول ما تلاحظي ان الزبيب كده اتنفخ وحجمه كبر، اطفي عليه. اهم حاجه ما يغمقش معاكي، لا السوداني يغمق ولا الزبيب، يبقى لونه دهبي حلو كده. ده هنستخدمه لما نغرف الرز ونقدم الرز، هنحطه فوق الوش، بيكون طعمه حلو قوي وشكله حلو. تمام. هنبدا بقى يا حبايبي نغرف بقى الرز وننزل عليه بالمكسرات. في الوقت ده طبعا الحمام الكداب او اوراق الفراخ المحشيه في الوقت ده استوت. هنبدا بقى نرصها فوق الرز وقدميه وبألف هنا وشفا. وصفه خطيره تستاهل التجربه، جربوها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. لحمه دايب حلو قوي، ولا طعم الرز اللي جوه شارب من طعم الفراخ، خطير خطير يا بنات. بسم الله ما شاء الله، برغم ان وراك الفراخ كبيره ولكن ما شاء الله ما خدتش وقت في الفرن، بالظبط كان تلت ساعه واستوت. شايفين حلو ازاي؟ تحفه. اللحم بتاعه مستوي حلو قوي من جوه، والرز مفلفل وجميل، والخلطه اللي احنا عملناها البقدونس والطماطم والبصله مديه سكاره كده، طعم مسكر حلو قوي مع الرز. اتمنى تجربوه بنفس الطريقه. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد، ولايك وشير لكل حبايبكم. استنوني يا حبايبي في وصفات كتير حلوه قوي ومميزه.
في حفظ الله. السلام عليكم.